واليوم غادي نشارك معكم الحلوى المعلكة. حلوة الكاوكاو المعلكة اللي غنية عن التعريف. صراحة كتجي بنينة وكتجي خطيرة في المذاق. ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تصدق لكم الحلوة وفي نفس الوقت تجيكم رطبة وما تجيكمش قاصحة. المهم هنايا غادي نتقاسم معكم المقادير اللي كنديرها دائما في هذه الحلوى المعلكة، باش انها تجيكم بنينة. صدقيني واخا تكوني اول مرة غادي تصايبي هذه الحلوة، كوني على يقين انها غادي تصدق لك. غير تبعي الفيديو من الاول حتى الاخير وتبعي المقادير اللي غادي نقول لك وبعض الاسرار ديالها بطبيعه الحال باش انها تصدق لك. المهم هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، راني صهدته صهديه في الفران من تحت من الفوق. سخني الفران من تحت ومن الفوق، درجه الحراره تكون مرتفعه. كتدخلي الكاوكاو ديالك غير كتصهديه واحد شويه صافي، غير كيدير ديك القشره صافي كتخرجي ماشي يتحمر. هنايا كنطحنوه على هذا الشكل، على هذا القوام اللي كتشوفيه صافي. والمقادير ديالنا كالتالي بطبيعه الحال: كاس ديال السكر كلاصي كما كتشوفوا. هنايا ضروري ما غندوزها في الصفايه باش ما تبقى ليا حتى شي حبيبات ولا شي حاجه. غندير 2 معالق ديال الكاكاو المر، يعني الكاكاو المر اللي هو ممتاز يعني مزيان، كنخدموا به الحلويات. صراحه هذا الكاكاو صدق ليا، يعني واخا شريتوها 5 دراهم صدق ليا صراحه عند مولي الحلويات. صافي 2 معالق ديال الكاكاو المر. وهنايا عندي خماره وحده ما يسع 8 غرام. المهم طبقوا غير هاد المقادير اللي غندير معكم في الفيديو، وغادي تصدق لك الحلوه معلكه صراحه. غادي تصدق ليك وغادي تجيك معلكه وبنينه وهشيشه. المهم تبعي هاد المقادير اللي غنقول لك وبعض الاسرار ديالها اللي غادي نتقاسمها معكم في الفيديو باش تصدق لكم الحلوه رطبه وما تجيكمش قاصحه ملي تخرجوها من الفران. المهم عندنا هنايا غادي نزيد واحد 2 ساشي ديال الفاني بطبيعه الحال. هنايا غير 2 ساشي ديال الفاني. المهم كنطقها ماشي حتى اللي المهم 2 ساشيات ديال الفاني. وهنايا عندي معلقه كبيره ديال الكونفيتور تاع المشمش، صراحه كيجي فيها بنين الكونفيتور تاع المشمش صافي. وهنايا عندي معلقه ديال المزهر. المهم اللي بغى يدير راس معلقه ديال القرفه يديرها، كتبقى اختياريه. انا ما درتهاش، خليت فضلت انني تبقى غير النكهه ديال المزهر فقط. المهم هنا عندي 3 ديال البيضات. هو باش غنجمع الخليط ديالي. طبقي غير هاد المقادير غادي تصدق لك شي واخا تجيك كتلصق في الاخر وكتجيك جاريه واحد شويه، ما تخافي من حتى شي حاجه. عندك تزيدي السميده ولا الطحين ولا تزيدي الكوك، ما تزيدي حتى شي حاجه. المهم انا هنايا في هذا المقطع ما غاديش نسرع الفيديو وما غاديش نقطع الفيديو، نقطع منه زعما شي مقاطع. بالعكس غادي نخليه كما هو باش تشوفوا معايا كيفاش كنخلط هذا الخليط ديالي. كنجمع المقادير كامله كتنسجم مع بعضياتها باش تدخل مع بعضياتها بطبيعه الحال كما كتشوفوا. صدقوني غير جربوها راه كتجي خطيره في المذاق. المهم الناس اللي ما عندهمش الكاوكاو، عندهم مثلا اللوز متوفر في الدار، ممكن انك ديريها باللوز، ممكن انك ديريها نص لوز ونص كاوكاو ماشي مشكل. غير تبعي هاد المقادير ديال نص كيلو. المهم هاد المقادير اللي كنعطيكم هنا في الفيديو ديال نص كيلو. وما تنساوش الكاوكاو ما تطيبوش في الفران، غير صهدوه فقط. يعني انا سخنت الفران من الفوق ومن التحت على درجه الحراره مرتفعه. دخلت الكاوكاو ديالي غير دار ديك القشره صافي وخرجته. غير كتسمعي ديك الطرطقات ديالو كيطرطق صافي خرجيه، ماشي تسمعي وتخليه، لا خرجيه. المهم انا كما كتشوفوا ها انتم راه واخا جاريه غير خليها. هنايا غنخليها ترتاح واحد نص ساعه بما قديت. المهم بما قديت شي حاجه في الكوزينه غنخليها واحد نص ساعه حتى تشرب داك المقادير وداك البيض يشرب ليا بحال الشكل اللي كنديروا الحرشه ملي كتشرب. غنخليوها تشرب باش انني نخدمها. هذا هو السر الاول ديالها، خليها على خاطرها تشرب. المهم انايا راه كما قلت لكم غنخليها واحد نص ساعه ومن بعد غادي نخدموها مع بعضياتنا بطبيعه الحال. هنايا من بعد ما فات نص ساعه 20 دقيقه او نص ساعه على حسب. هنايا غادي ندير السكر كلاصي. المهم راه كاين بعض السكر كلاصي اللي ما كي اللي اش غنقول لكم كيشرب الحلوى ما كيخليهاش باينه ملي كتبغي طيبها في الفران، بحال اللي قلتي كتشرب، يعني ما كتبقاش باينه في الحلوى. المهم كاين واحد النوع ديال السكر. المهم حنا وزهرنا كنشريو حنا السكر كلاصي حنا وزهرنا، يا نجيو فيه مزيان يا ما نجيوش فيه مزيان. المهم سكر كلاصي الممتاز بطبيعه الحال. هنايا راه درت شويه ديال المزهر في التبصيل هكا، هو باش كندهن انا يدي المزهر وباش كنخدم هاد الحلوه المعلكه.
صدقوني كتجي خطيره في المذاق ورطبه رطبه رطبه، ما نعاودش لكم. ما كتجيش قاصحه. المهم غير تبعوا الطريقه اللي غنقول لكم، راه ما غتجيكمش قاصحه. المهم بالنسبه للعجينه راني وريتكم كيفاش كتخدموها. كما قلت لكم واخا تجيكم جاريه ما تزيدوا حتى شي حاجه، لانها الا زدتوا شي حاجه صافي راه غادي تولي قاصحه. خلي غير داك المقادير اللي فيها تشرب مع بعضياتها. صافي هنايا كنمرمدها مزيان في السكر كلاصي. مرمديها مرمديها خليها تمرمد في سكر كلاصي مزيان. المهم يعني كتغطسيها في السكر كلاصي مزيان حتى كتعمريها بسكر كلاصي باش هكا كتبقى، يعني داك السكر كيبقى من بعد ما كنطيبو كيبقى داك الشكل زوين. ديال السكر كلاصي في الحلوه. وهنا راه كتشوفوني كنفرتت داك السكر في يديا مع كيتلصق ليا. وديك الساعه غادي نكملوا عاوتاني الكويرات ديالنا. وهنايا ما نساش انني نقول لكم عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم بالصحه السلامه وباش ما تموتوا ان شاء الله يا ربي امين. بصحه جديده، والله يتقبل الصيام ويتقبل الصلاه ديالنا. ودعوتنا مع جميع المسلمين، والله يغفر جميع اموات المسلمين يا ربي امين. والله يبلغنا رمضان العام القادم يا ربي. هنايا كما كتشوفوا، هنايا من بعد ما كملت الطاوله الاولى ديال الحلوه المحلكه، راه خرجت ليا جوج طاوات تبارك الله. هنا راه غير درتهم كبار. هنا غنديروا البصمه ديالنا. المهم من بعد ما سخنت الفران، ها نتوما سخنوا الفران من الفوق ومن التحت درجه مرتفعه. ملي تبغي تدخليها غتهبطيها على 180 درجه. هنا كنديروا البصمه ديالنا، ماشي كنورك عليها مزيان، غير كندير البصمه بحال كتبصمي في شي ورقه المهم هادي بصمه مغربيه، بحال كتبصمي في شي ورقه غير واحد شويه صافي. ودابا غندخلها الفران من الفوق. غير تشقق ليا نحس غير تشوفيها تشققات ليك من الفوق. المهم ما تخليهاش مده طويله، اتونسيون، ردي بالك مع الحلوه. غير تشقق لك من الفوق، شوفيها. شوفي لتحت ديالها واش شدات. الا شدات خرجيها صافي. ماشي تخليه هلا، غير تشقق من الفوق. قيسيها هكا بيديك غير من الفوق واحد شويه، لقيتيها شويه قاصحه قاصحه يعني، يعني شاده الطياب ديالها من الفوق. قلبيها من التحت لقيتيها شاده صافي خرجيها. صافي راه كتكمل طيابها على برا لان راه كتقصح. الا طيبتيها، يعني طيبتيها زدتي ليها الطياب ديالها، راها كتقصح من بعد كتولي قاصحه كالحجره. ديريها الطريقه اللي غنقول لك لان ما فيهاش شي مقادير ديال انها طيب بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كتجينا مشقه صراحه. صراحه بغيت نزوقها ولكن قلت علاش غنزوقها باللوز ولا الكركاع ولا شي حاجه. خلي داكشي اللي غنزوقو فين نديروه الحلوه الاخرى ان شاء الله. المهم كنتمنى ان الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو. فعلوا زر الجرس تحت يولي اسود باش اي فيديو حطيته في القناه يوصلكم بطبيعه الحال. وما تنساوش لي واحد اللايك تحت الفيديو باش انه يوصل الفيديو للناس جداد باش يستافدوا من هذا الفيديو بطبيعه الحال. الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. مع السلامه.